احنا بقينا بقى دولة جوه الدولة. لما واحد مش مصري يستقل بجزء من بلدنا جوه بلدنا، ده يبقى اسمه ايه؟ ده احتلال بقى. ده احنا قاعدين في احتلال واحنا مش عارفين. وده اللي انا قلته لكم المرة اللي فاتت في الفيديو، فاكرين؟ لما جبت لكم الست بتاعت مراسي اللي كانت عمالة تشتكي من القوانين اللي بتفرضها عليها إدارة العبار وإدارة مراسي. لما قالت احنا قاعدين محبوسين جوه الوحدات بتاعتنا، مش عارفين نستضيف حد، مش عارفين ندخل ولا نخرج، يا دوبك بنروح الشط بتاعنا بس. وحتى ده كمان بقى مفروض عليه فلوس. دخول الشاطئ في مراسي دلوقتي بقى ب1000 دولار في اليوم للملاك. للملاك ها اللي دافعين ملايين عشان يسكنوا في مراسي، مش عارفين يخشوا. الوحدات اللي كانوا متفقين عليها من سنتين اتسلمت لهم متاخر، لسه ما سلمت لهمش اصلا. ده في ناس من الممثلين، يسرا وايناس الدغيدي وغيرهم، هيستلموا الوحدات متاخره. متخيلين؟ وهيقدموا شكوى في اداره العبار. يعني استحوذوا على مراسي، واستحوذوا على التجمع في مفيده، واستحوذوا على البلد كلها، عشان لما نقول ما نبيعش اراضينا للغريب، عشان لما نقول ان الغريب مهما جه ومهما استثمر في بلدك ومهما كان ليه فوايد هيحط رجل على رجل ويبيع ويشتري فينا، محدش بيصدق. يقول لك انتوا بتمنعوا الاستثمار وانتوا بتمنعوا وانتوا بتسووا. اشربوا بقى، اشربوا. الناس بتخش بالاذن. والكارثه واللي وزاره الداخليه طلعت نفته، مع ان السيده بتاعت مراسي اللي انا حطيت لكم الفيديو بتاعها طلعت بتقول ان حصلت مشكله، وهي استدعت الشرطه المصريه جوه مراسي. حصلت مشكله فاتصلت بالشرطه المصريه، البوابه بتاعت مراسي منعت دخولهم. الشرطه المصريه كانت خايفه تخش جوه مراسي. ده كلام ناس من المقيمين جوه مراسي اللي هي اصلا طلبت الشرطه. هتكذب ليه؟ انما الداخليه ممكن تتجمل عشان ما تقولش انها ما عرفتش تخش جوه اراضيها، ما نفعتش تخش جوه اراضيها عشان تحل مشكله جوه اراضيها، عشان دي تبقى خيبه بنويبه، عشان دي تبقى كارثه من كوارث الزمن واخر الايام. لما تبقى في بلدك وتتمنع تخش، لما تبقى في بلدك والمصريين يشتروا في بلدهم ويجي الغريب يتحكم فيهم. العبار قال لما الناس اشتكت، اولا الناس اشتكت من عدم دخول اهاليهم. دلوقتي الشط بقى ممنوع انك تروح البحر، تروح انت بس. يعني انت تروح وهتدفع فلوس وانت بس. حد تجيبه من بره، تجيب اهلك او تجيب عيلتك، ممنوع، مش من حقك. اداره مراسي بتمنعك. ولما فكروا ناس من اللي جوه يقدموا شكوى، العبار قال لهم روحوا اشتكوا في الامارات. حقه، حقه، حقه. ما انا شاري بفلوسي، انا شاري ارض بفلوسي، حقه يبيع ويشتري فينا يا باشا، حقه. ما احنا اللي عملنا كده. عارفين اللي سلم القط مفتاح القرار؟ مع احترامي لدولة الامارات واحترامي للناس بتوع ملاك الامارات في اي حتة في البلد، تمام، بس انتوا تمنعونا في ارضنا؟ والله العظيم 3 وحياة ولادي انا دخلت العالمين دي من اول ما كانت لسه، ده كانت لسه الابراج بتتبني، وكنت بقول الله، هو المكان ده هيكبر امتى؟ وكنت بشوف منظر البحر رائع، طبيعة بتاعت ربنا اللي ربنا مديها لنا، نروح نبيعها للغريب ونأجر عنده بأعلى فلوس وكمان نتمنع. انتوا متخيلين؟ بلدنا بدل ما احنا اللي نستثمرها واحنا اللي نبني فيها واحنا اللي نبيع للناس فيها، عمر المصري ما هيتحكم فيك، لأنك أرضك زي ما هي أرضه مهما وصل بجحته. ما في رجال أعمال تانيين كتير شاريين في أراضي كتير مصرية ما بيعملوش كده، لأن أرضهم وبلدهم ما ينفعش يبيعوا ويشتروا في المصريين مهما كانت هم وحشين أو لا. إنما لما تجيب واحد من بره يشتري أرضك ويحط كل الإنجازات دي فيها وكل الفلوس والمليارات دي فيها، مليارات، عايزه يعمل لك إيه؟ هيبقى حقه يا بيه، حقه يبيع ويشتري فيك. واللي يتكلم ربع كلمة مع السلام، تدافع بملايين هترميها على الأرض. هنغلطه في إيه؟ هنغلطه عشان بيدافع عن المليارات اللي بنيها في مصر؟ الغلط من مين؟ الغلط من البداية، الغلط من اللي بعده، الغلط من اللي افتكر ان الاستثمارات دي هتيجي علينا بالخير. دي جت علينا بالخراب.
الأراضي اتباعت والناس ما بقتش عارفة تروح تصيف في حتة. الأماكن دي كلها بقت حكر على الناس الأغنياء بس، بقت محظورة على كل البني آدمين العاديين. الكريمة بتاعت المجتمع، اللي معاهم المليار والاتنين وانت طالع، اللي معاهم بال20 وال30 مليون، هم دول اللي بقوا من حقهم يخشوا مراسي، هم دول اللي من حقهم يخشوا الساحل الشمالي، اللي كان المفروض دي أرضنا ونخش فيها احنا، بقت ممنوعة علينا. وفي الآخر السيدة اللي طلعت بتاعت مراسي بترد على عمرو أديب، عشان عمرو أديب بيقول إن في ناس كتيرة من مراسي بتشتكي إن أهاليها مش عارفة تخش، مش عارفين يجيبوا حد من بره بناء على أوامر العبار. فعمرو أديب بيقول طب هنعمل إيه؟ ما هم مانعين الناس إن هي تخش من جوه عشان العدد وعشان ما الدنيا ما تبقاش كتير، أيا كان بقى وجهة نظر إيه. واحدة طلعت بتقول لا، ما هو مش المفروض إن الناس دي تخش، ما هو مش المفروض إن إحنا نخش بحلل المحشي. مالها يا بابا حلل المحشي؟ مالها؟ وطبعا حقكم، حلل المحشي دي كانت المصيف زمان. حلل المحشي دي والاكل والسندوتشات اللي على البحر واللمه الحلوه، هو ده كان المصيف، هو ده اللي كنا بنستمتع فيه زمان. انت ممكن تقوم وتنظف مكانك وتبقى كويس وكل حاجه. كنا بنخش شواطئ المنتزه نفسها بالحلل بتاعه المحشي والاكل والصواني والفراخ. كانت احلى ايام لما تخش كل الاماكن اللي انت عايزها، حتى لو دفعت رسوم تدفع رسوم بسيطه. دلوقتي كل حاجة بقت بفلوس، عشان تشم هوا نظيف في البلد دي بقت بفلوس. حتى الهوا النعمة بتاعت ربنا استحرموها واستكتروها علينا.